ازاي الاهلي قدر يدمر دفاع اسوان او تنظيم اسوان المتكامل في 30 دقيقه بس؟ ايه المساوئ اللي بدا بيها الجيم؟ وازاي كولر الكوتش قدر يعالج الاخطاء وخلى الاهلي غول في الملعب وقدر يحقق الفوز؟ تابعوني على صاحب الكرة وتحليل مباراه الاهلي واسوان. في البدايه كانت احد مشكلات الاهلي اللعب الطويل ومفيش تكمله او زياده من وسط الملعب. فهتلاحظ معايا هنا ان خط دفاع الاهلي مروان عطيه واليو ديانج لعيبه وسط الملعب كلهم في نص ملعب الاهلي، والرباعي الهجومي كله في الثلث الاخير من ملعب اسوان. يعني كل المساحه دي اللي هي الدايره بمنطقه الربط اللي المفروض يبقى ماليها قفشه او واحد من الوينجات اللي بتضم في قلب الملعب انه يربط اللعب وينقلك لقدام، لكن ده ما كانش بيحصل. ففي النهايه مروان عطيه بيطلع الكوره بدون ضغط تماما عليه، تتلعب الكوره يتفوق فيها دفاع اسوان وكل المساحه دي فاضيه. يعني السكند بول هتكون لاسوان. يعني انت ما لعبتش الكرات الطويله عشان تختصر مناطق التحضير او تختصر وقت وجهد او تكسر الخطوط وهتدعم بوسط الملعب اللي ياخد السكند بول، لا انت ما عملتش كده. ففي النهايه بتلعب الطويله دفاع اسوان بيفوز بيها طبيعي لان انت ما عندكش لعيب قادر على الفوز بالصراعات الهوائيه، بيهيئها وسط الملعب ياخدها يردها للاهلي ونفضل في نفس الدايره. نفس الكلام انت بتبدا تحضير اللعب، بص خط دفاعك، بص هنا كل ده مروان عطيه بالمناسبه لاعب وسط الملعب الثاني، كل المنطقه دي ما فيهاش لعيب يقدر يربط اللعب. مروان عطيه هنا متراقب فمش هيقدر يخرجك بالكوره بشكل طبيعي. اليو ديانج والكوره الطويله بدون عنوان لدفاع اسوان. وبرده لو دفاع اسوان شتت الكوره هتلاقي ان في المساحه دي الكثافه العدديه اكتر لاسوان مش للاهلي، فنسبه الفوز بالسكند بول هتكون اعلى كتير لاسوان. الى ان بدا مارسيل كولر يرجع لعادته الطبيعيه اللي هي ايه 4-3-3 اللي هي في الواقع 4-1-4-1. ومن هنا بدا الربط يبقى اعلى. بدل ما قفشه كان بيلعب 9.5 يعني شادو سترايكر جنب كهربا، فالمساحه دي كلها في عمق الملعب فاضيه، لا ده انا هرجع قفشه يبقى لعيب 8 تاني جنب مروان عطيه، هنا قفشه وهنا مروان، عشان تقدر تعمل الربط فتطلع الاهلي من تحت بشكل كويس. ومن اللحظه دي بدا الاهلي يعمل جيم كويس جدا على اسوان، وفي حوالي نص ساعه انت خلصت الجيم ب3 اهداف. ما بقتش بتلجا للكرات الطويله، انت بتحضر عن طريق اليو ديانج ومروان عطيه اللعيبه بتوع الارتكاز وسط الملعب، بتبدا تمرر لقفشه اللي بيسقط في منطقه الربط عشان ياخد الكوره ويبدا يلف بوشه عشان يخلي هجوم الاهلي يواجه دفاع اسوان بشكل مباشر. وبص هنا خيال حسين الشحات، يعني لو قفشه لف ومررها لحسين يقدر يوصل الاهلي لمنطقه كويسه. حسين زياده من خالد عبد الفتاح، المنطقه دي فاضيه، قفشه بيتحرك، ما لعبش الكوره وقف، لا لعب الكوره وزاد عشان يعمل المهام الثانيه بتاعته. انا مش بس هربط الملعب او هربط اللعب، لا ده انا هزيد كمان جنب كهربا عشان اعمل الدور اللي انا بدات اعتمد عليه فيه اللي هو اللاعب 9.5 او الشادو سترايكر. تتلعب الكره من الشحات لقفشه، لكن قفشه ولا لف وسطه ولا حط فيها قوه زياده، فراحت سهله جدا لحارس المرمى. بص الفرق ده ديانج، هنا قفشه ومروان على خط عرضي واحد عشان تقدر تعمل تنوع في الادوار. بدل ما انت كنت بتلعب بلعيب 9.5 جنب كهربا، رجعت ورا وحطيت جنبه واحد مع الوينجرز بتوعك، فبقى عندك 2 يقدروا يربطوا الملعب والاثنين كورتهم حلوه والاثنين بيلعبوا لقدام. قفشه بيستلم، بص كل المساحه دي كانت فاضيه، قفشه المفروض الطبيعي انه كان جنب كهربا، لا هو نزل لتحت عشان يبقى هو الكرييتور جنب مروان عطيه. مع سير اللعب بدا الوينجرز كمان ياخدوا ادوار ان انا هخش في العمق عشان اقدر انقل اللعب واعمل محطه الربط. هنا قفشه اتطرف بيعمل مسانده هجوميه مع عبد القادر في الطرف الشمال، فعمق الملعب فضي. مع الاهلي ومع مارسيل كولر لا، طالما قفشه اللي هو اللي قايم بدور الربط في عمق الملعب خرج على الطرف فمنطقته فاضيه، لا ده الشحات او عبد القادر على حسب ميل قفشه فين هو اللي هيضم في القلب ويقوم بدور قفشه عشان يقدر يربط اللعب ويطور لعب الاهلي. النقطة المستمرة مع أهلي كولر واللي مخليها الأهلي مرعب في الحتة دي، واللي الفترة الأخيرة ودي بقى تعدد طرق صناعة اللعب الهجومية للأهلي، وهي الضغط. بص معايا هنا كده، أنت بتتكلم في 3 لعيبة وقفشة رابعهم، عاملين هنا شكل الدايموند، ضاغطين على 4 لعيبة من أسوان ضغط فردي 1 لواحد عشان ما اخليش أسوان يتدرج بشكل طبيعي. بص الضغط اللي بيعمله قفشة، والراجل ده مش باصص على الملعب، فبالنهاية مع الضغط اللي عندي ممكن ارتكب أي أخطاء طبيعية، والاثنين دول ظهرهم للملعب. اتمررت الكرة بالخطأ نتيجة الضغط اللي عامله قفشه ونتيجة تمركز لعيبة أسوان ان محدش كاشف، محدش شايف مين اللي بيتحرك وراه ولا جنبه. مروان عطية بيشتد الضغط. بص دراسة دفاع أسوان لحظة بناء الهجمة طبيعي دي بتبقى أسوأ مرحلة على أي فريق. قطعت مروان بباص توصل حسين الشحات في ظهر الباك، لعب العرضية لعبد القادر اللي ضم في القلب، تسديدة جول تاني يقتل اللقاء اكلينيكيا. نفس الكلام مرحلة بناء هجمة لأسوان. بص معايا هنا اليو ديانج مراقب لاعب وسط الملعب الارتكاز او لاعب التحضير من وسط الملعب مان تو مان، قفشه
قفشه مراقب اللاعب الثاني. حسين الشحات ضامن في القلب عشان يرحل ويضيق الملعب نتيجه ان اسوان بيبني الهجمه من الناحيه اللي هناك مع الضغط القوي والشرس اللي بيعمله عبد القادر. وبص هنا ذكاء قفشه، الادراك الحسي بتاع قفشه اللي هو عبد القادر بيضغط واقرب للكره، فانا هبدا اخطف المساحه عشان اظهر له فاديله حل فما يخطفش الكره وما نعرفش نعمل بيها حاجه. لا انا هظهر لك عشان نعرف نعمل حاجه بالكوره. استلم قفشه في الزون 14، هو بس فرقها زياده شويه، في النهايه طلعت فوق، لكن في النهايه ضاعت الكوره. بس سجلت غيرها وعملت شغل كويس واستغليت كل اسلحتك عشان تقدر تدمر اسوان في نص ساعه. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم. لو عجبتكم الحلقه ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، سبسكرايب للشانل، وفعلوا الجرس عشان كل فيديوهاتنا الجديده توصل لكم.